عاجل. قالت مصادر صحفية أن رئيس الجامعة المغربية فوزي القجع غاضب بشدة من المدرب وليد الركراكي بعد الإقصاء والخروج الكارثي للمنتخب المغربي من كأس إفريقيا بعد الخسارة بثنائية ضد جنوب إفريقيا وتوديع البطولة. وقالت أن فوزي القجع ما زال مصدوم من هذا الإقصاء، وهو الذي كان يحلم بتتويج المنتخب المغربي بكأس إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه. وأكدت عدة مصادر بأن فوزي القجع سيجتمع مع المدرب وليد الركراكي في أقرب وقت، ومن المحتمل إقالة المدرب والبحث عن مدرب جديد للمنتخب المغربي. من جهة أخرى، قال الناخب الوطني وليد الركراكي بعد المباراة بأنه سيجلس مع رئيس الجامعة من أجل تحديد مستقبله مع المنتخب الوطني. وقال حول مستقبله مع المنتخب الوطني: سأجلس مع الرئيس فوزي القجع لنرى مصلحة المنتخب الوطني، وبالتالي لا يمكن الحديث هنا عن الاستقالة.